منذ الرابع ولا السادس ولا بزول. الحد الثنية الساسي مش في دقيقة. لا. يا عبد الله، كلمة برك وي. واحدة، كلمة واحدة. انسى واش قال ياسين. انت مغربي، ترى ان المغرب له مجموعة تحفظات، قول لنا عليها. قول لنا تصورك كمغربي كيف للمغرب ان يتنصل من معاهدة خط الحدود. يعني ما هي الطريقة اللي تخيلها انت؟ اولا، ما هي التحفظات اللي ممكن يرفعها؟ ثانيا، ما هي الطريقة اللي يستطيع ان يتنصل من معاهدة؟ وبعدين نرجعوا لياسين واش يقول. لا، شوف، هي ممكن المعاهدة. نزيد سؤال، ولماذا لم يفعل ذلك؟ زيدوا إذا بغيت. لا، هذه لماذا لم يفعل ذلك هذا نقاش آخر. دابا غير المعاهدة ديال 1972 راه عندها علاقة بمعاهدات أخرين. باش يكون النقاش، أنا ما عنديش الارشيف ديالي هنايا قدامي باش نقراو البنود ونهضروا على الاتفاق تاع تلمسان وديال إفران والبروتوكول تاع 1901 و 1902 والمعاهدة نتاع لاله مغنية، باسكو هادو كاملين مترابطين فيما بينهم. أنا غير باش سي نورمال راني كنجاوب على ياسين الرئيس، راني كنجاوب على ياسين. فيما يتعلق في 1901 البند الرابع والسادس على ما أعتقد إلا بقيت نتذكر كيتكلم على الأراضي المتداخلة، بمعنى أن فرنسا كتمنح للمغاربة حق استغلال الأراضي بدون، يعني بلا مدة معينة، يعني اوفير، ما وراء السكة الحديدية أو ما وراء خط الحدود اللي ندار في البروتوكول تاع 1901. وكذلك بالمثل المغرب يمنح للفرنسيين حق استغلال الأراضي من الجهة الأخرى في المغرب. دركي الجزائر منين جات جرات على هذوك الناس اللي كانوا يستغلوا الأراضي، ألا أبولي البروتوكول ديال 1901. داكور. إلا قلنا الحدود الموروثة عن الاستعمار، اوبليجي اننا نقولوا ودي هذوك لي تريتي اللي نداروا ما بين فرنسا وما بين المغرب خصهم يبقاو انتوشابل. الجزائر لا توشاها صا. انت دوك ستادير درت بروتوكول مع فرنسا، فرنسا راحت، لوجيكمون البروتوكول تاعها يروح معاها، وفي حالة ما قعدوا هذوك يا البنود الرايس من علاش ما فضلك، من عاودوهمش؟ فضلك، لا ما يروحش معاها يا الرايس. مبدأ استمرارية الاتفاق، مبدأ في القانون العام الدولي يجعل لماذا تم اعتماد اتفاقية لاله مغنية بالرغم من أنها كانت ما بين المستعمر وما بين المغرب؟ علاش؟ لأن الدولة الجزائرية ملزمة بتعريف قانون دولي يسموه استمرارية الاتفاقات. ونعطيك مثال، السودان الجنوبي استقل، هل يعيد ترسيم حدوده مع كينيا؟ الجواب هو لا. واستقلال جنوب السودان أنا سؤالي مش هذا هو. أعطيني كرونولوجيا الرئيس الحديث تاعك. إذا الحدود ما بين الجزائر والمغرب من 1992 من تبادل الوثائق 1989 إلى حد حادثة العرجة ما كانش فيها مشكل، باش نفهموا برك. لا، يا نوت بروبليم الرئيس. البروبليم ديال إذا أبدلنا بكرونولوجية، نحن نتحدث على اتفاق 1972 اسكيلا لو، وتم ترسيم الحدود ومن ثم الاعتراف بها من الطرفين والعمل بها بدون مشاكل، أم أنه منذ بدايتها ونحن نعيش مجموعة إشكالات، جاءت حادثة العرجة انضافت إلى مجموعة إشكالات وتحفظات لدى الدولة المغربية. لأنه عند الحديث على العرجة نحن نتحدث على 2023 ونرفع التساؤل أنا كجزائري من 1989 وان معاهدة خط الحدود دخلت حيز التطبيق والتنفيذ بحكم المعاهدة في حد ذاتها اللي تقول لك البرون ايفي ابارتير مع بداية تبادل الوثائق. وانت تعلم انه تبادل الوثائق تم في 14 مايو 1989. اذا الحدود على بري البداية تاعها من 14 ماي 1989 ولينا الطرفين معترفين بها. البرون ايفي من وقت تبادل الوثائق.
انت شوف من وقت تبادل الوثائق اعطيني الاشكالات اللي تهضر حتى نلحقوا العرجه 2023. دابا نقولوا ان بخون ايفي منذ تبادل الوثائق، وهي فعلا لا بخي ايفي دوبي صدت لا من تبادلوا الوثائق. ولكن واش الاتفاقيه شرفت طبقت بنودها ام لم تطبق؟ ها هي لا بخي ايفي. تم تسطير الحدود الجزائر بالشهر وتندوف الرايس حطنا الرايس، انت اللي طلعتي معانا انا سمعت قلتي عندك الاتفاقيه، انا سمعت قلت لي عندي الاتفاقيه، اذا قدرتي حط لنا الاتفاقية كان يبغي من الجريدة الرسمية المغربية لا ولا الاخ قال الجزائرية؟ عندي. لا لا لا، انا سولتك الرئيس. عندك كبرتك، هاني كبرتك، حط لنا الاتفاقيه. لا انا سولتك الرئيس، قلت لك واش راه اتفاقيه حدا، باسكو راه سي تكنيك نجيبوا الاتفاقيات كاملين. الارشيف ديالي انا راه بعيد، خصني ندور عليه في الاورديناتور. الرايس شوف يا عبد، يا نرتقيو بمستوى النقاش، يا نرتقيو بمستوى النقاش، ما نقدروا سمعوني هكا. المهم انا سمعوني نسمعوا ولا فيك لا؟ الرئيس، ما بغيتش نهضر ياسين باش انا ما معول نشوش. عليك، انت غلق لي الميكرو ياسين، تسمعوا فيا. شكرا. الرئيس حلي الاتفاقيه وقتها البرون ايفي متى الاتفاقيه تكون ساريه المفعول. الارتيكل لا حطها بالارتيكل 6 7 8 مانيش عارف. الرئيس يمكن كاين ناس معنا في اللايف. يا الرئيس ما تقراش كلش، يا الرئيس تبعني انا، حط لي الارتيكل اللي يتحدث متى تبدا هذه الاتفاقيه تكون ساريه المفعول من فضلك. الماده 6 7 8 مانيش حافظ التيتر، اعطينا رقم الماده. اصبر دوك نقراو معاهده. هاي تبدا من معاهدة تتعلق بخط الحدود القائمة بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية. واش نقراو؟ أقرأنا المادة السادسة ولا السابعة ولا الثامنة اللي تتحدث على المعاهدة وقتها تكون سارية المفعول. واش ممكن المادة الأولى فيها الخرائط، المادة الثانية مانيش عارف، المادة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة يتحدثوا على اللجنة المشتركة، ومن بعد نروحوا تلقى مادة تقول هذه المعاهدة برون ايفي ابارتير. لقيتيها؟ الرئيس واش ممكن نقول واحد الكلمة قبل ما يقرا، غير باش نتفاهموا بعدا على واش راحنا كنناقشوا. من تقول الرئيس اتفاقية سارية، الرئيس راه من تقول الرئيس، من تقول الاتفاقية سارية المفعول، هذا لا يعني سارية المفعول، لا يعني على أنها يعني كما نقولوا منفذة أو دخلت حيز التنفيذ، لأن سارية نقاش آخر لأنكم أنتم ديروا في الإنشاء، احنا عندنا معاهدة فيها مواد. أقرأنا المادة من فضلك يا عبد الله، قرأنا المادة اللي تقول هذا المعاهدة وقتها نعتبروها سارية المفعول. هذه في المادة الثامنة. يجرى العمل بهذه المعاهدة عند تبادل وثائق المصادقة. هذه هي المادة اللي تقول. شكرا. دقيقة الرئيس، نزيد نقرأ له بدأ أحسن من هذه. دقيقة بك. لا ما تزيدش تقرأ يا الرئيس، ما تزيدش تقرأ يا الرئيس، خذ رأيي أنا من فضلك يا الناس ملاح. يا الرئيس أنا اللي نعرفهم هذا من المغاربة تاع معزة ولوطارت، خليني أني عارف كيفاش نهضر معاه. الرئيس أعطيني تعليقك على المادة. اسمع الرئيس، هذه المعاهدة تصبح سارية المفعول بمجرد تبادل الأوراق. هذا لا يعني أنها دخلت حيز التنفيذ، لأن فيها التزامات قانونية وفيها تنفيذ ديال وشنو هذو الالتزامات القانونية؟ ايوا مثال وشنو هذو الالتزامات؟ لا مش هو سؤال يا ياسين. الرئيس المعاهدة هذه سارية المفعول باش ربطوها، هل ربطوها بمصادقة البرلمان
هل ربطوها بكذا باش تربطت؟ وراه غير اسمح لي الرئيس الله يرحم الوالدين. سؤال بسيط يا عبد الله، بماذا تم ربط تنفيذ المعاهدة؟ غير الله يرحم الوالدين خليني نتكلم. من نقولوا اتفاقية سارية المفعول، هذا مفهوم قانوني مرتبط حتى بالتصديق الحكومي، حتى بالمصادقة ديال الحكومة، مرتبط بالتوقيع، مرتبط بالالتزامات القانونيه، مرتبط بمسائل متعدده. هذا ساريه المفعول. راه ما يمكنناش نعطيو له واحد المفهوم اصطلاحي ونقولوا راه اتفاقيه اصبحت ساريه المفعول سي بون راها منفذه. نو، راه فيها التزامات واش وفيها نقولوا مصادقه حكوميه. واش نقولوا كي نقراو الرئيس كي نقراو معاهده تبدا سريان مفعولها بتبادل الوثائق. حنا تبادلنا الوثائق، ما الذي يجعلها ماهيش سارية المفعول؟ ما قلناش ما راهاش سارية المفعول، قلنا بأن الاتفاقية ديال 1972 راه سارية المفعول لحد الساعة، كون أن الجزائر تبسط سيادتها وسيطرتها على تلك المناطق، راه سارية المفعول. ولكن هل الاتفاقية عندها شي سند قانوني؟ الرئيس واش المصادقة معليش نزيدوا نطرحوا التساؤل بطريقة أخرى، نفوتوا لا نقدموا بالعقل. لا نخرجوا من الاتفاقية، خلاص نرجعوا ل 1963. والرئيس هو خليني نكمل الله يرحم الوالدين غير باش الاخر. دابا حنا واش رحنا نناقشوا هذه الاتفاقيه، واش راها عاد ساريه المفعول راها عاد ساريه المفعول. واش الاتفاقيه هذه اليوم تعتبر لاغيه ام لا تعتبر لاغيه؟ باش نقولوا ساريه المفعول غادي نهضروا على التصديق الحكومي. كملتي سؤالك يا عبد الله، سؤالك كملتيه. راني عاد نجاوبوك. يلا تفضل. يا ولدي راه ما فيهاش ديفلوبمون. نرجعوا سارية المفعول. انتيا قلتي انه سارية المفعول هي على الارض، والجزائر تمارس سيادتها على الارض. خرجتي من الاتفاق القانوني، هيك حاب تقول؟ لان البنود ديال قلت لك هيك حاب تقول سارية المفعول بمعنى انها مرتبطه بمصادقه حكوميه، مرتبطه بتنفيذ الاحكام ولا الشروط البنود نتاع الاتفاقيه، مرتبطه بالالتزامات القانونيه. هذا الشيء كامل ما ندارش. ساريه المفعول بفعل الواقع ان الجزائر تسيطر على تلك الاراضي. يا رئيس نفهموا بعضانا ونروحوا بالعقل. الرئيس نفهموا بعضانا، لأن دير في الإنشاء مش في القراءة القانونية. نرجعوا بالعقل. أنا وياك كانت بيناتنا حرب في 1963. سمعني يا الرئيس، ما عندناش اتفاقية خط حدود يا أخي. أنا وياك، أنا الجزائر وأنت المغرب. هل هناك اتفاقية خط حدود في 1963؟ نو، لا بيناش. في 1963 داكور. في 1963 تم إمضاء اتفاق وقف إطلاق النار، و1964 تم إمضاء اتفاق نهائي. واش نص الاتفاق؟ عودة المغرب ما وراء حاسي بيضاء وتنجوب وغيره، اللي هي الجزائر مارست الشيء اللي تهضر عليه على الأرض بدون اتفاقية أصلا. اليوم رانا عندنا معاهدة خط حدود. المعاهدة هذه تضمنت، علاه يسموها خط حدود الرئيس وما نسموهاش ترسيم حدود؟ لأن اللجنة ما خرجتش باش دير البورنا أصلا. لأن لا اللجنة الرئيس دقيقة الأخ الجزائري اللي معانا أرجع لنا للمادة 3 و4. تفضل. ما صبرتش. نقدموا بخطوة. الأخ الجزائري المواد التي تتحدث على اللجنة المشتركة. تفضل. المادة الثالثة: تحدث لجنة مشتركة جزائرية مغربية لمباشرة وضع المعالم الحجرية للحدود الجزائرية المغربية الموصوفة في المادة الأولى اللي هي تاع الخرائط. المادة الرابعة: زيد عدي المادة الرابعة. تجتمع اللجنة المشتركة الجزائرية المغربية في أقصى
أمد يوم 15 أكتوبر 1972 للشروع في الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة، ولإتمامها في أجال لا يتجاوز 3 سنوات ابتداء من التاريخ المذكور آنفا. تماما. هذه المادة اللي وراها تضع اللجنة المشتركة عند انتهاء أعمالها وثيقة تشهد بوضع المعالم الحجرية للحدود الجزائرية المغربية، وتضم الوثيقة المذكورة إلى هذه المعاهدة. تماما. ثم اللي الرئيس وراها المادة السادسة اصبر في حالة اصبر عدم كمل يزيد. روك أنا نسي بور بكا والرئيس عبد ما عندوش الله دوزيام خليه تليفون يكمل تما هو. المادة السادسة. اقرا المادة السادسة عبد الله. المادة السادسة في حالة عدم مباشرة اللجنة المشتركة لعملها، وذلك بعد انتهاء أجل 3 سنوات المذكور في المادة الرابعة، يمكن للطرف الراغب في التعجيل أن يباشر وضع المعالم الحجرية حسب خط الحدود الموصوف في المادة الأولى من هذه المعاهدة، وذلك بعد أن يكون قد أشعر الطرف الآخر بذلك. اعطينا تعليق عبد الله. تفضل عبد الله، اعطينا تعليق على المادة هذه. هذا هو اللي راه شكرا. واقع. هذا هو اللي راه واقع. الجزائر وضعت المعالم الحجريه، سطرت الحدود ديالها وراها على الاراضي. هذه هي سائره المفعول، ولكن هذه الاتفاقيه اللي راه يوريها لنا يزيد. وتبادلت الوثائق الرئيس، وتبادلت الوثائق هذه مع الطرف صح. المغربي بتاريخ 14 ماي 1989، والطرف المغربي قبض هذا الوراقي. اذا الجزائر اللي رسمت دارت لو بورناج وهي اعلمت الطرف المغربي، ومن بعد ذلك تبادلت الوثائق مع الطرف المغربي. وتبادل الوثائق مع الطرف المغربي هو الشيء الذي يجعل من الاتفاقية تنهي أي نزاع حول الحدود. المادة الأخيرة من الاتفاقية غير صحيح الرئيس. نقول لك علاش. لان هذا البوند هذا السادس ربما اللي قرا، ولا السابع ولا بقيت عاقل، مرتبط ببنود اخرى لم تشرف، وبالتالي الاتفاقيه لا يمكن ان ناخذ بندا من بنودها. وين الرئيس منين جبتيها الهضره دي؟ الرئيس دقيقه، منين جبتي الهضره تاع مرتبطه ببنود اخرى لم تشرف؟ سؤال: لماذا الدوله المغربيه قبلت الرئيس انت تقفز. انا سؤال: الدوله المغربيه اللي قبل تبادل الوثائق اللي هو شرط اساسي في المعاهده من اجل انها تكون ساريه المفعول، لماذا الطرف المغربي قبل تبادل الوثائق مع الدوله الجزائريه بالرغم ان الدوله الجزائريه لم تشرف دوتر انجاجمون؟ سؤال: هل المصادقه الحكوميه ملزمه لسريان مفعول الاتفاقيه، نعم ام لا؟ انت قول لنا. سؤال. ياسين الله يرحم الوالدين اخويا. سؤال الرئيس. لا تقول لنا غير صبر. انا نقول لك يا رئيس، انا نقول لك يا رئيس، انا نقول لك يا رئيس. تفضل الرئيس. ماناش نسمعوك الرئيس. ياسين راح تهدر ولا نهدر؟ انا ما بغيتش نديروا تداخل، هذا باغي يهدر صاحبي اهدر. لا اوكي هذا سؤال. هل سيبنا واخا تفضل. داكور. مسيو عبد الله، عند ابرام معاهده بين طرفين، وشو اللي يضمن تنفيذها؟ ولا اليات الاحتجاج ولا الاحتراز ولا غيرها؟ الرئيس واش راك تهضر؟ تفضل مسيو عبد الله. ما سمعتكش الرئيس واش. سؤالي ما هو تسمعني درك ولا لا؟ نسمعك وي. تسمعني درك؟ كنسمعك وي. ما هو الشيء اللي يضمن المعاهدات ما بين الطرفين ولا مجموعة أطراف
كيفاش نقراو المعاهدات وتنفيذها والاحتراز عليها بمعطى قانون دولي؟ ما هي الحاجة اللي نرتكزوا عليها باش نقراو احترازات ولا غيرها ونقولوا انها قانونية ولا غير قانونية؟ يلا خليني نجاوبك الرئيس وما تقاطعنيش، الله يرحم الوالدين. كاين اولا التوقيع ديال الطرفين، بمعنى انهم يتفقوا على واحد المعاهده ولا اتفاقيه، سوف يوقعان على بنود معينه في اتفاقيه معينه، يجي من موراها المصادقه الحكوميه باش ان كل دوله تصادق على الاتفاقيه وتخرج في الجريده الرسميه ديالها ديال الوثائق الدبلوماسيه. هذا التبادل اللي صرا في 14 ماي 1989. ثم من بعد تجي الالزامات القانونيه وتنفذ الاحكام او البنود اللي كاينه في هذيك الاتفاقيه. درك انت راك باغي تبني سريان المفعول فقط على تبادل الوثائق، ولكن الاتفاقيه في حد ذاتها راه ما تنفذ فيها تقريبا حتى شي بند من البنود. واش راك فاهمني الرئيس اش كنقول لك؟ نعاودوا السؤال يا عبد الله، نعاودوا السؤال. ايوا تسمع فيا ياسين؟ تسمعوني؟ نعاودوا السؤال. صوتك واضح، انت هو ما دولة، فهمكش. انت دولة، صوتك واضح. انت دولة يا عبد الله وانا دولة، درنا معاهدة. على ماذا تعتمد؟ انا الجزائر غدوة عندي تحفظات على معاهدة خط الحدود. على ماذا اعتمد؟ وشو الحاجة اللي في القانون الدولي نعتمد عليها باش نعمل احترازاتي ولا ننسحب ولا نرفع دعوة ولا غيرها؟ على واش نعتمد؟ او على الايداع ديالها في الامم المتحده. على واه؟ على الايداع ديال على الايداع ديال المعاهده في الامم المتحده. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، كاينه حاجه اهم. انا وياك طرفين درنا معاهده، كاين شيء يعطينا تفصيل كامل. هل تؤثر مجموعة معاهدات سابقة مدرجة في المعاهدة تؤثر عدم تنفيذها؟ يؤثر على تنفيذ المعاهدة؟ لا يؤثر. الاحتراز جزء من المعاهدة، طلب إلغاء معاهدة كاملة. أنت على ماذا تعتمد في القانون الدولي باش تصيغ جزء ولا كل ولا على واش تعتمد؟ والله ما فهمتش السؤال ديالك، او انني ما عارفش واش راك باغي تقصد. نعاود لك، كاينه حاجه في القانون الدولي يا عبد الله، كاينه حاجه في القانون الدولي تجعل انك انت باش تصيغ احتجاجك ولا احترازك على جزء ولا كل المعاهده ولا شكل المعاهده ولا عدم تنفيذ بنود اخرى من المعاهده مرتبطه بمعاهدات اخرى. كاين شيء في القانون الدولي دا يا عبد الله، تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ ما عرفتش والله، ما عرفت، قول لي. كاينه كلكو شوز يا عبد الله كي سابيل معاهده المعاهدات. معاهده المعاهدات راتيفيي بار لو ماروك en 1989، راتيفيي بار l'Algérie في سنه 2000. معاهده المعاهدات هي المعاهدة التي تضمن حقوق الأطراف في التقاضي وأمام الأمم المتحدة في مجموعة بنودها. وبيان أنت عندك احتراز على جزء من الاتفاق ولا كل الاتفاق، عندك احتراز على طريقة تطبيق المعاهدة، عندك احتراز على معاهدات استندت عليهم المعاهدة ولم يتم تنفيذها. هذه كل وين تروح الرئيس؟ تروح المعاهدات هذه اللي راتفاها الماروك اي الجيري وتطابق احترازاتك نتايا ولا طلباتك ولا الشيء اللي باغي تلغيه ولا تلغي كلش ولا تلغي بارسيال جزء ولا مانيش عارف انا كيفاش قاعدين تخموا انتم المغاربه باش تستطيع انك وتكون كما نقولوا كونفورم او لوا انترناسيونو باش تجي ترفع دعوة ولا تنسحب ولا غير. إذا أنت الكلام اللي تهدر فيه اللي ما عندوش قراءة، أنا أدعوك يا عبد الله،
ادعوك اي اميكالمون. المعاهدات هذه فيها سخطه بنود، تهضر على المصادقه، تعريف المصادقه، وقتها هل المصادقه مرتبطه بالبرلمان ولا الملك تاعك كيسني يسمى مصادقه، ولا حنا الرئيس تاعنا كي مضى في عدم وجود برلمان تعتبر مصادقه، هل اعلانها في الجريده الرسميه تعتبر مصادقه؟ المصادقه يعطيك حالات المصادقه وكل، تروح للتسجيل في الامم المتحده، تروح الاتفاقيات مرتبطه بالاتفاقيه، غير مرتبطه بالاتفاقيه، تؤثر على الاتفاقيه، لا تؤثر على الاتفاقيه. وهنا نرتقي بمستوى النقاش الى مستوى اخر يا عبد الله، يعتمد شيء اسمه الرئيس اسمح لي، القانون الله الدولي. يرحم الوالدين. انا راني نقرا هنايا في الرئيس، راك تسمعني ياك؟ انا راني انطرقت على معاهده المعاهدات، حالتني راني نسمع. اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات. اجبرت في الماده الرابعه، اتفاقيه فيينا. واش اعطيك الصح في الماده يا الرابعه. الرئيس، يا اسمع لي الرئيس، انا ادعوك يا الرئيس، انا الواش ادعوك يا الرئيس، اسمعني مليح. انت مش قضيه الماده الرابعه ولا الخامسه، اسمح لي الرئيس مش قضيه الماده الرابعه ولا الخامسه ولا الماده 60 ولا الماده 70، وك لاحظت فيها كثير من المواد. القضيه يا الرئيس عليك ان تطلع على المعاهدات كامله، لانه في نقطه هذه اللي نقول لك انا، المعاهده البرون ايفي بشيء مادة يحددها الطرفان ويتفقان عليها، كسوى المصادقة عبر البر، تجعل من المعاهدة سارية على الطرفين، وهو إعلان قبول وإعلان اعتراف. وهنا تقولها لك بوضوح. الور ما تعتمدوه انتم في نقاشاتكم، هو اصلا لا يستمد ولا ماهوش راكب على شيء يسموه القانون الدولي، راكب على تيك توك. اعطيني واحد 3 دقائق، الله يرحم الوالدين الرئيس، واعطيني شويه مجال، الله يرحم الوالدين. دابا راني راكب على لي سبيكيلاسيون تاعهم هما كاشخاص. لا ما نحناش نهضروا على سبيكيلاسيون، سي ان ديبا تكنيك، وخصو بنادم يكون مطالع باش نكونوا واضحين، وما حنا ما غادي نغيروا والو، حنا غير نناقشوا. شوف جوستومون عبد الله، لازم تكون مطالع وتكون لا مانيش نقاطع فيك، انا نقول لك اسمعني يا عبد الله، مش ياخذ 10 عطوك الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. ياسين خلي ياسين يدير التعليق تاعو، ودي مداخله كامله يا عبد الله، واحد لا راح يقاطعك. تعليق تاع ياسين من وراها مداخله كامله، واحد لا يقاطعك. ياسين تفضل اليك الكلمه. وي جوستومون عبد الله، انا حنقول لك هذاك الشيء، مادامك انت ماكش مطلع هذا تاع فيينا، راك ما تناقش. انا هو شو يقول لك الرئيس، على الاقل اطلع عليها باش ما نروحوش في فو ديبا، باش نمشيو في الطريق قباله، باش ما نقاطعوك ما تقاطعنا، ما يمشي النقاش سلس كما نقولوا، فهمت؟ وخذ 3 دقائق، خذ 10 كيما حبيتي، تفضل. شوف انا اسلم لك اخويا ياسين بانني هاد المعاهدات ما كنتش عارفها، ولكن هاد كنت لقيت عليها نظره، ولكن ما انا غادي نمشي دابا للماده الثالثه، الماده الرابعه. شوف كاين جوج تاع المواد، مع عدم الماده الرابعه كتكلم على عدم رجعيه هذه الاتفاقيه، مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية، والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية. لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول. غادي نمشي للمادة 9 واللي هي لا بلوز امبورطونت، اعتماد نص المعاهدة، لا توثيق نص المعاهدة. يعتبر نص المعاهدة رسميا ونهائيا باتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها، أو
عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء بالتوقيع بشرط الرجوع إلى المحكمة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص. استدير الى ركزنا على المعاهده ديال اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات. هذه المعاهده اللي راح نتكلموا عليها نتاع 72 راه تعتبر لا رسميه ولا نهائيه. راه هادشي اللي كنحاول نفهم للرئيس من الاول، لان البنود اللي فيها راه لم يطبق اي بند من تلك البنود. الرئيس زياده على معليش انا نتفق معاك يا الرئيس، انا خليتك تهضر. انا سؤالي زي خلاف نخرجوا من التصادم. انت تعتبر انه الماده اللي تتحدث على تبادل الوثائق لا تنهي النقاش حول احتماليه انه هذه الاتفاقيه تبقى غير ملزمه بطريقه او باخرى للمغرب، ويحقلوا ويدير معك. روحوا لحاجه اخرى. انت تعلم يا عبد الله انه هذه الاتفاقيه تم تسجيلها le 30 juillet 2002 selon conformément هنا مسيو رضا سي بوسيبل تحط لنا لو نيميرو دونجسترمون اللي تحط في اذا سمحتي يا هذيك مسيو عبد الله. اذا نبداو بالعقل. خرجنا من الاتفاقيه وين انت تقفز. اسمعني يا الرئيس، لي سؤال وانا والله نغلق الميكرو. انت تقفز على شيء يسموه تبادل الوثائق. عنده كونيكسيون عيانه وانت كتقاطع بعدك بلي ما تفضل دير نقطه النظام تاعك يا عبد الله باش ندير تدخلي. واش دون مانيير يونيلاتيرال ولا بيلاتيرال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نرحبوا بعبد الله. دقيقة رضا لا غير باش نقول لك الرئيس، باش نقول لك واحد القضيه راه ناقشنا انا وياه بالفرنسيه شي 2 ولا 3 فوا عند ياك رضا شي 3 فوا يمكن. معليش تعرف الفلسفه تاع اللايف تاعي، نتمنى نمشي ولها دوكا من فضلك يا رضا. انا ما ناقشتي معاه ما ناقشتيش معاه. انت سالتيني سؤال دون فاسون احنا خرجنا من الاتفاقيه معاهده المعاهدات تقول لك لا ميز اون ابليكاسيون دو تو تريتي او كونفونسيون او اكور يجب ان يتضمن ماده تعطيك شكل السريان. احنا عندنا في معاهده خط الحدود عندنا ماده وحيده تعطينا شكل السريان اللي هو تبادل الوثائق. انت كمغربي تقفز على هذه الماده وما تعتبرهاش لا تنهي الموضوع. اذا وش هو الشيء اللي تعتبره ينهي الموضوع؟ هل هو تسجيل في الامم المتحده؟ ماذا ينهي الملف لصالحك ولا لصالح الطرح الجزائري؟ تطبيق البنود التي جاءت في المعاهده. او نهضروا بمعادله قانون دولي يا الرئيس يا عبد الله، نهضروا بطرح قانون دولي. القانون الدولي يقول لك أن المعاهدة يجب أن تحمل صيغة من صيغ التنفيذ عبر المصادقة على البرلمان، عبر تبادل الوثائق، عبر كذا، وتلقاها في المعاهدات بالتفصيل فيها قداش نحال. ولكن اسمح لي الرئيس، اسمعني اسمح لي نقول لك انت بغيتي تقفز على المادة هذه، بديتي تقفز على المادة هذه. احنا نطالبوا عبد الله اولا يا خونا رضا حط لنا التسجيل، ورقه تاع التسجيل هذيك اللي تعترف الامم المتحده انها الا يو كونفورميمون لارتيكل 102 دو لا شارت كذا بالكاشي تاع المكلف القانوني تاع الامم المتحده. تفضل يا حبيبي. حرمنا رضا، حرمنا
المايك راه مغلوق عندك رضا، المايك راه مغلوق. رضا المايك مغلوق. وي اسمح لي. والله هاني نقرا لكم هاي السيرتيفيكا دونجسترمون الرقم نتاعو 49000. رضا من فضلك، رضا كي تقرا مانيش محتاج تفسير يا رضا، راك فاهم؟ انت ماشي تاع لا نقرا اللايف ديريكت، نقدموا بالعقل. لا نقرا ديريكت، اقرا ما تفسرش. اكبر حاجه ديرها نترجموا النص. لا نقرا ديريكت ما نفسرش. ما نترجمش حبيت تقول. داكور. Alors, certificat d'enregistrement. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies certifie par la présente que l'accord international indiqué ci-après a été enregistré au secrétariat conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Algérie-Maroc. توقف يا رضا من فضلك اعطيني تعليقك يا مسيو عبد الله على كونفورميمون على الارتيكل 102 دو لا شارت دي. السؤال هو من طلب تسجيل هذه المعاهدة، هل بطريقة يونيلاترال أو بيلاترال؟ راني قلتها لك قبيلة يا الرئيس. أو قلنا الجزائر الرئيس. أنا قاعد نسأل فيك كونفورميمون à l'article 102 de la charte de l'ONU. المغرب واخا اسمح لي يا الرئيس، شوف المغرب لم يسجل الاتفاقية وفق المادة ديال 102. نعم انا نقول لك نعم يا عبد الله باش نختصروا علينا الطريق. نعم من قدم ملف تسجيل يا عبد الله. عبد الله من قدم ملف تسجيل هي الجزائر. طيب وني داكور. دابا اذا خصنا لما نحتكموا الاتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات ونشوفوا لا روبريك ديال جهه. لا ما نحتكموش لهذه يا ما زلنا الرئيس حنايا نتسائلوا يا رضا علاه مزروبك اللي باغي تنعتلنا حوايجك قشك، علاه مزروب يا رضا خويا، خلينا نمشيو دوقه. انا فهمني يا الرئيس ما نهضرش عليه نوجدوا برك على ارتيكل هي الجزائر ما عندكش ما قامت به الجزائر. Il est conforme à l'article 102 de la charte de l'ONU. انت احترازك واش هو؟ لا ما قامت به الجزائر، هي راه يعني كما نقولوا دارت القانون الدولي، مشات اونجستري الاتفاقيه. الامم المتحده لي ناسيون ما عندهاش، اسمح لي، الامم المتحده ما عندهاش صفه ديال حل النزاع. ما غاديش تفيريفي واش الاتفاقيه تم تنفيذ بنودها لم يتم تنفيذ بنودها. المغرب لم يسجل اعتراضه او تنصله من الاتفاقيه الى حد الساعه، دونك سي نورمال عادي. نعاودو نرجعوا يا عبد الله. tu n'avances pas, tu ne veux pas avancer. نعاودو نرجعوا. انا قرالي كلمه لو سكرتير جينيرال سيرتيفي انه الى ريسو كذا وسجل conformément à l'article 102 de la charte. C'est le secrétaire général. Là, c'est pas l'Algérie qui est en train de parler. Le secrétaire général certifie أنه تسجلت هذه المعاهدة conformément à l'article 102. أعطيني تعليقك عليه. اسمح لي الرئيس غير واحد دقيقة إذا سمحت لي، باسكو راني كنشوف باسكو سي ان ديبا تكنيك وخصنا اتفاقيات وكذا. اسمح لي الرئيس غير دوز الكلمة 2 دقائق راني معك، لأن غادي نجيب لك الرئيس. أنا ما عنديش عقدة أنك تكون الرئيس بلوز ألاز، وما هيش خوتي، ما هو انتصار، ما هو انهزام. اون اي اون تران دو بارلي دون فاسون تكنيك، قالها مسيو عبد الله. toute personne présente dans le guest elle a le droit انها
توفر ادوات النقاش التقني. الور مسيو عبد الله اسمه اغلق ميكروك. s'il y a un autre marocain il veut débattre معانا en attendant مسيو عبد الله يوفر ادواته للنقاش ومن حقه وما تنقصش منه، مش قاعد معايا ولا، لاني انا اكره حاجه عندي الانتصار الوهمي وكونترا. انا بعد كجزائري، لا دقيقه يا رضا، انا كجزائري بالأكيد سأتعلم عبر هذا الخير النقاش نتعلموا حاجه بالأكيد. on est en train de donner كما معاهدة المعاهدات، سي لا بروميير فوا مسيو عبد الله راح يطالع عليها. الى لو دروا دو سو دوني لو طون ويحوس على المواد اللي تساعدوا فيها. مسيو رضا اتفقت انا وياك على التمشي تاع اللايف. رضا نعم يا حبيبي رضا، نعم انا وياك نعم متفقين ولا ماناش متفقين؟ اون دون ريان غراتويتمون، رانا حابسين في كونفورميمون على الارتيكل 102 الكذا. سي لو سكرتير جينيرال دو لونو كي سيرتيفي، سي با لالجيري، سي با الامين العام للامم المتحده، il certifie que كذا. هنا تحبس رضا، ما تزيدني والو، رحمه على بابك. لا ما نزيد لك والو، حبيت بك ما زلنا سهرانين، ما زلنا سهرانين. عبد الله مادام حاضر معنا وحبيبنا وناقشنا، نقترح نقراو هاد لابليكاسيون تاع الارتيكل 102 ولا ربما يجاوبوا الارتيكل 102. لا ما نقراوهاش لا رضا ما نقراوهاش يا رضا، ما نقراوهاش يا رضا. يا رضا انت معايا ولا معاهم؟ انت معانا ولا معاهم يا رضا؟ فاهم روحك يا رضا. عايز ما نقول لك نفهم فيك. نعم. يا الرئيس انا اون ا تو لو طون دو ان اون في لو لايف افيك لي ماروكان اون ديبات، نديو من عندهم الحجوج تاعهم، لانه هناك قفز على تسليم الوثائق، القفز على التسجيل، القفز على كذا. رانا في نقطه انا مانيش باغي نعدي، لاني انا عارف جاي دوطر اتو دون لو ديبا. خلينا بحقنا خلا قالهاش طارق. طارق ما تعرفوش بس حبيبنا اللي تعلمت منه. يقول لي يا الرايس انت تطلع القاست واش عندك تحطه، والناس هذوما روح لهم دوكا دوكا. الور انا طارق سنه 7 تاع سوق تاع تبسه تعلمت منه الشيء هذا وراني نطبق فيه في اللايف تاعي. يا رضا رحمه على بابك، خلي الامور تمشي بسلاسه. تفضل يا ياسين. واذا كاين مغربي معانا الفي دوموند دون لو ريسبي راح يدي مساحته كامله، واحد لا راح يديرو. تفضل يا ياسين. الا سمحت الرئيس برك جوست 30 سكوند راني رايح انا دوكا برك خاف نعاود نرجع. برك نقول لك حاجه برك الركن اتفاقيات تاع ترسيم الحدود اي تختلف بين الجزائر والمغرب، الجزائر ومالي، الجزائر ومانيش وتونس، مانيش عارف بلدان العالم كاع تختلف، ما تكونش عندها ضوابط زعما ترتكز الضوابط على حساب الظروف، على حساب القرب الجغرافي، على حساب كيما في الجزائر كاين هذوك كيما نقولوا تاع العرجه وكذا. صافي الناس لمن تحتكم من هذه المعاهدات كي تروح انت تشكي ولا عندك احتراس ولا عندك حاجه تقدر تسقط بها المعاهده هذه، تروح المعاهدات يعني هي كيما نقولوا الطاس في الفوتبول، الناس تروح ليه كاع. سا ديبون لي كا كيف يكونوا. يلزم الكا تاعك يكون بين الجزائر والمروك، هذه جست والله باش نعاونك. الكا تاعك يكون بين الجزائر، يكون الكا يوافي لهذيك المعايير اللي تقول اللي تنص عليهم المعاهدات. دوك المعاهدات ما تجيش تدخل لك في التفاصيل اللي انت متفق انت والجزائر شغل باش يقولوا لها هذيك الرئيس تدابير خاطئه. تدابير هذا قانون دولي تحتكم ليه انت وانا. الرئيس انا بخاف نهبط نشارجي شويه التليفون. انا ندير ملاحظه برك اخوتي. لو غاست الي توفير ا تو الموند، وهنا مش بعقليه التحدي، بعقليه اخلاقه النقاش. الحس هذاك الزايد وهذيك ما عندها حتى معنى، والمناكفه اللي ما عندهاش بلاصه ما عندها حتى معنى.
نحن أولا نبحث على أخلاقة النقاش بطريقة تسمح لنا أنه أي طرف يدافع على وجهة نظر تاعو في احترام كامل للأطراف الأخرى. خوتي الجزائريين عندنا 2 جزائريين وانا 3 في القست، جو فوا مال انايا ابار مش ابار، يعني كاين بعض الجزائريين اللي عندهم الرئيس مش الاضافه مشكلة. سواء سور ان بلون أنا تكنيك نشوف. ولا سور ان بلون فهمتي. السؤال تاعك يا الرئيس اللي سالتي سؤال، نشكرك يا الرئيس. السؤال هذا الإجابة عليه تكون عن طريق ماذا يا روكان؟ أنك تلقى نقطة من النقاط هذه في معاهدة المعاهدات ترتكز عليها باش تثبت، لأنه في معاهدة المعاهدات حتى التخلي الرئيس، حتى التخلي وعدم تطبيق معاهدة، مثال الصداقة وحسن الجوار، مثال. اي نقراها لك الرئيس. اسمعني يا الرئيس. رئيس، اسمعني برك ونعطيك الكلمة. أنا عندي بروبليم دو كونيكسيون، حاول كي تجيني الكونيكسيون أعطيني مساحة خفيفة وليك الكلمة. معاهدة المعاهدات تتحدث لك حتى على مثال في حالة الجزائر لم تطبق معاهدة حسن الجوار، الصداقة وحسن الجوار، تعطيك الحالات اللي تقدر تستخدم هذه وتعطيك الحالات اللي ما تقدرش تستخدمها. تقول لك إذا هذه المعاهدة القديمة التي تم اعتمادها تؤثر مباشرة في نص المعاهدة، وكما نقولوا المادة الأولى اللي هي مجموعة خط الحدود وتعمل خطأ ولا غيره غير ذلك، فهذه المادة المعاهدة اللي تعتمدها لا تؤثر على المعاهدة الرئيسية اللي قاعدين نهضروا عليها. نتمنى واضح. واخا الرئيس، شوف راني في معاهدة المعاهدات. في معاهدة المعاهدات كاين بنود كثيرة التي تثبت على أن هذه المعاهدة إن لم أقل لاغية فإنها غير نهائية، لكون أن النصوص التي تنص عليها هذه المعاهدة لم تشرف، لم تطبق. نعطيك مثلا المادة 26 من الجزء الثالث، احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها. المادة 26 تقول لك كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن النية. المادة 27 تقول لك لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة. لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46. سي ترو تكنيك وخصو الوقت، ولكن خليني نرجع لك لارتيكل 102 لأن خونا رضا ارجع لي الكونفورميمون، نخرجوا من معاهدة المعاهدات، نخرجوا منها نهائيا لأنها مرتبطة بتقديم الشكوى المغربية وعلى ماذا سترتكز. نخرجوا منها، نرجعوا لارتيكل 102. سكرتير جنرال يقول سيرتيفي افوار كذا كونفورميمون على الارتيكل 102. انت اعطينا قراءتك لهذه، نتمنى نكبروا رضا باش conformément à l'article 102. L'article 102 de la Charte des Nations Unies, qu'est-ce qu'il dit? حط لنا رضا، حطها لنا قدامك. L'article 102, qu'est-ce qu'il dit? 1. Tout traité ou accord international conclu par un membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente charte sera le plus tôt possible enregistré au secrétariat et publié par lui. 2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ne pourra invoquer le dit traité ou accord devant un organe de l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire بأن ça veut dire لا هذه كلمة ça veut dire quoi عبد الله؟ ça veut dire quoi؟ في ماذا تعتمد عبد الله؟ في ماذا تعتمد لتفسير المادة 102؟ انت عبد الله، ما هي المادة القانونية اللي تعتمد عليها باش تفسر المادة 102؟
اسكو انت عبد الله تعرف باللي كاينه quelque chose qui s'appelle les règles de mise en application de l'article 102 de la charte des Nations Unies. اكتب les règles de mise en application de l'article 102 de la charte de l'ONU. اكتبها أنا عارف ما تعرفهاش، اكتبها باش تلقى باللي هناك مجموعة نصوص تطبيقية للمادة 102 راتي في 1946 وبعدين 1998 وبعدين 1991 تتضمن مجموعة قوانين تم المصادقة عليها في الجمعية العامة. وش تقول هذه القوانين؟ تعطي قراءة للمادة 102، مش عبد الله اللي يمد قراءة ولا إلياس والملكة. كاينة ميز اون ابليكاسيون دو لارتيكل 102. تحب تحوس عليها تحوس يحطها لك رضا مباشرة. نجمنا واش قلت عبد الله، يعني هدايا يلعب ضد المغرب دي مومون هو ما سجلهاش، دونك ما عنده حتى حق، باسكو تسجيل هدايا تاع لي كونفونسيون لي تريتي عنده قصد باش كيكون يعني حاجه ينجو الى سي بور بيرميتر دونك لي بارتي كونسيرني de déposer plainte auprès de la Cour de justice internationale. هذا هو القصد تاع الارتيكل 102. بصح واش يقول الارتيكل 102؟ كاين نقرا لك، نبدا نقرا لك من الساهل ومن بعد نجيك بور مانيش نسمع. قرا الارتيكل هاوليك enregistrement et publication des traités et accords article 102 de la Charte des Nations Unies. الرئيس راح له لا راني هنا نسمع فيكم اخي، راني نسمع فيك، نسمع فيكم. دوك نعاود نكبرك، نعاود نكبرك. انا واش تحط لي يا رضا سيل فو بلاي، يا رضا سيل فو بلاي، يا تبعني انا يا نغلق الميكرو ونخليك تشوفي طون ديبا، ما عنديش عقده. لا نتبعك تبعني. روح نتبعك. شكرا. حط لنا لارتيكل 3 دي ريغل دو ميز اون ابليكاسيون دو لارتيكل 102 وش يقول فيما يخص التسجيل. اسكو ديزونغاج لو ماروك، اسكو ديغاج لو ماروك، وش هو؟ هاوليك دونك هاوليك l'enregistrement et publication des traités et accords internationaux. هنا تفهمنا بلي c'est un accord international en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. هاوليك l'article 3 واش يقول؟ article 3 lorsqu'un traité ou un accord international aurait été enregistré par l'une des parties conformément à l'article 1 du présent règlement, toutes les autres parties seront dégagées de l'obligation d'enregistrer le dit traité ou accord. De même, l'enregistrement par le dépositaire. احبس يا رضا، برا الرئيس رضا احبس سيل فو بلاي. اسمح لي الرئيس. Article 3. L'article de mise en application de l'article 102 لازمك تروح اول حاجه تحطها لي راجل دو ميز اون ابليكاسيون دو لارتيكل 102. لي راجل هذوما تم التصويت عليهم في الجمعيه العامه. تسمعوني يا رضا؟ تسمعوني ولا لا؟ نسمع رضا يا نسمعك. تم التصويت عليهم في الجمعيه العامه 1900. Ils ont été ratifiés à deux reprises 1978 1991. وعندي لي راتيفيكاسيون، انا جاي لي راتيفيكاسيون افيك رقم القرار كل شيء، ونجموا نعطيه مريضه ما عندناش مشكل. لارتيكل 3 de mise en application de l'article 102 désengage toute partie autre
ماهيش غير طرف يمد يسلم الاتفاقيه بها بالوثائق، ماهوش ملزم الطرف الاخر يحط الاخر. هنا تطبق عليا وعليك. عاود قرانا الارتيكل 3 يا رضا سيل بو بلاي. هاوليك الارتيكل 3 يعني واضح، وكاين في لابليكاسيون واحد اخرين يدل عليهم تانيك. Lorsqu'un traité ou un accord international aura été enregistré par l'une des parties conformément à l'article 1 du présent règlement, toutes les autres parties seront dégagées de l'obligation d'enregistrer le dit traité ou accord. خلاص، يعني واحد فيهم يحط فقط، الاخرين يعني سون تيكزونتي ما يحطوش. ماشي هذا هو المعنى. ماشي قرانا الارتيكل 1. ارتيكل 1 الرئيس اغلق ميكروك. اصبر يا رضا اصبر. مسيو لو ماتر تغلق ميكروك والا اعطي له كلمه. اغلق ميكروك. اليك الكلمه مسيو لو ماتر، دير لنا التدخل تاعك. تفضل. صاي انت رضا اغلق الكاميرا تاعك. مسيو لو ماتر راح يدير لنا تدخل اكاديمي فيما يخص الحدود. تفضل مسيو لو ماتر. يزيد فضلك مسيو الرئيس، تحياتي ليك وتحياتي للاصدقاء المتواجدين، السي رضا، السي روكان، السي علي، وايضا الحاضرين على مستوى البث. يعني بخصوص اتفاقية يعني خط الحدود ما بين المغرب والجزائر سنة 1972، آخر مادة فيها تقول يعني بصراحة يعني، وخاصنا ننطلقوا من ذات الاتفاقية باش يمكننا نعرفوا الارتيكل 102 واش تقول مسيو الرئيس. المادة 9 تقول: تسجل هذه المعاهدة بمجرد ما يجري العمل بها بالأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. الجزائر وثقت الاتفاقية من طرف واحد انيلاترال. المغرب إلى حدود الساعة لم يشرف المادة 109 ولم يشرف المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ماذا يقول مسيو الرئيس؟ وهذا هو المعطى الحقيقي اللي خاصنا نطرقوا ليه. على أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها الدول الأعضاء بعد بدء سريان الميثاق في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبعد ذلك يتم نشرها في أسرع وقت ممكن. وبموجب هذه المادة لا يمكن لأي طرف في معاهدة أو اتفاقية لم تسجل بطريقة صحيحة أو بشكل صحيح أن يحتج بتلك المعاهدة أو الاتفاقية أمام هيئات تابعة للأمم المتحدة. السؤال الآن هل سجلت اتفاقية خط الحدود 1972 بطريقة صحيحة؟ دقيقة. السؤال تاعك رضا عاودوا نكبروك. على بالي وين راني رايح. عاود حط لنا سيرتيفيكا. ماذا يقول ميرسي كادر دافوار اكسبتي لانفيتاسيون باسكو نجم تعليق. كي ندخل في النقاش تيك توكي كيما الرئيس. قول لنا مسيو لو سكرتير جينيرال ماذا يقول. جو سيرتيفي. اقرا. نقرا عليك. خلي يقرا لنا رضا ودير تعليق كادر. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies certifie par la présente que l'accord international indiqué ci-après a été enregistré au secrétariat conformément à l'article 102. أغلق الميكرو. مسيو لو ماتر، منين جبتي أنه التسجيل لم يراعي وراعى وكذا؟ لو سكرتير جينيرال دو لوانو سيرتيفي كو التسجيل تم كونفورميمون على الارتيكل 102. انت مسيو لو ماتر اللي عدتي تعرف احسن من سكرتير جينيرال دو لوانو، اعطينا على ماذا. سؤال روان. انا اللي غلقت الميكرو باش نسمعك. اوكي شكرا. انا غلقت الميكرو باش نسمعك. انا عندي وثيقه تقول انه لو سكرتير جينيرال سيرتيفي انه تسجيل تم كونفورميمون على الارتيكل 102. جاني لو ماتر المغربي يقول
فكره اخرى سي با كونفورم التسجيل. اعطيني على واش اعتمدتي. وي هاد الوثيقه اللي وضحها رضا، اللي وضحها الان، هذا سي لاكيزي دو ريسيبسيون من طرف لونو ديال لو ديبو. مش تهبط خير لو ماتر مش تهبط خير لو ماتر مع احترامي ليك مش تهبط خير يا ريس، مش تهبط يعني على الاقل تحافظ على نوع باش مسيو الرئيس الصوره الجميله. تكلمنا انطلاقا من توصيل ديال الجزائر، حطينا عبد العزيز فيه بان التوصيل ديال الجزائر دو فاسون يونيلاتيرال. ملي تكون بيلاتيرال غادي يكون التسجيل صحيح مسيو الرئيس، وسا خاطرك خويا العزيز. داكور شكرا. حنا دوزان ديبا بوليتيك. Tu peux descendre. الرئيس انا كادر اعطيني تدخل يا كادر. انا نعطيك لي ريغل دو ميز اون ابليكاسيون دو لارتيكل 102 واني يقول لك تسجيل من طرف واحد، الاطراف الاخرى ليست ملزمه. نضرب راسي في حيط. القانون تاع تطبيق لا ميز اون اسمع، لا ميز اون ابليكاسيون دو لارتيكل 102 اللي ساقت عليه الجمعيه العامه في 1946، راتيفيه معدل في 1978، معدل في 1991، يقول وبوضوح انه بمجرد انه دولة سجن الاخرين ما بقاوش ملزمين. انت لو ماتر منين قاعد تجيب في الفلسفه تاعك؟ معك انا باسكو ما نحملش. طلع عليا هذا الارتيكل وانا نعتذر لك في هذا اللايف. انا بغيت نشوف هذا الارتيكل، بغيت نشوف الكلام اللي قلتي، بغيت نشوف. تفضل. افون رئيس افون باسكو نفس الديبات رضا خلي يدير تدخل كادر وانت وجد لنا الصفحه تاع لي ريغل دو ميزون. تفضل كادر. البروبليم سي كو هذا الارتيكل وريته لهذا الشخص هذا بالذات وفي لايف مغربي بالذات، ونفس الشيء يعاود نورمال على 6 شهور يعاود يطلع لك بنفس الهضره ونفس الاخر، وما عاود طلع له الارتيكل. المشكله مسيو دوك انت الوسيله الوحيده مسيو لو ماتر عندك بيسي، شعل البيسي تاعك دروك، دير ليكرون وغادي نقولوا لك كيفاش تحلها انت اون ديريكت في البيسي تاعك. يا خويا عطيونا الارتيكل يا خويا. نكمل. عطينا الارتيكل انت كبر ليها مسيو الرئيس وعطيني الارتيكل. ما تقطعش ونعطيك تحدي الرئيس. هاد لو ماتر وغادي تعطيه الارتيكل وعلى 6 موا يعاود يقول لك نفس الهضره على بالك. علاش؟ باسكو لي كليون الزبائن المتفرجين ما تساعدهمش هضره اخرى. يا خويا عطينا الارتيكل يرحم باباك، عطينا الارتيكل ديريكت. خلي رضا يعطيه الارتيكل. الرئيس اعطينا قبل ما تقرا الارتيكل 3 اقرا لنا لونتات منين جايبوا لي ريغل دو ميز اون ابليكاسيون بالتاريخ بالوقت صادقت عليه الامم المتحده كل شيء باش تقرا الارتيكل 3 سيل فو بلاي رضا. واسمح لي تعبت صاحبي. حل الميكرو تاعك يا رضا، الميكرو تاعك مغلوق. ممكن واحد الكلمه الرئيس نعاودوا نقراوها رئيس. لا اصبر روكا يعطيلو الارتيكل وخذ الكلمه روكا. نعم. Bon, c'est un certificat d'enregistrement, monsieur accusé-réception. C'est un certificat, Abdelaziz, certificat d'enregistrement. N'applique l'application de l'article 102. Haoulik, enregistrement et publication des traités, accords internationaux, règlements destinés à mettre en application l'article 102 de la Charte des Nations Unies, adopté par l'Assemblée générale le 14 décembre 1946, modifié par les résolutions l'Assemblée du 1er décembre 1949, 1950, 1978, 2018 et 2021. L'article 3 واش يقول: lorsqu'un traité ou un accord international aura été enregistré par l'une des parties conformément à l'article 1 du présent règlement, toutes les autres parties seront dégagées de l'obligation d'enregistrer le dit traité ou accord. وضح الشمس. نزيد نقرا لك حاجه واحده اخرى اذا سي رئيس. يعني فهمتها ولا ما فهمتها؟ يعني ما تقراش الرئيس، ما تقراش يا رضا سيل فو بلاي يا رضا، ما تتعبش الانرجي تاعك. خلي مسيو لو ماتر يعطينا تعليق على واش قريتي الساعه، واش تزيد له يا رجل. لو ماتر قرا لك
عطاك لا سورس، عطاك وقت طراطيفة لو تروك هذا اللي يعطي قراءة لتطبيق المادة 102. أعطينا نتايا، تفضل، ما تعليقك؟ وكذا بيصيد المدخل وكذا بيصيد بدي. مستر الرئيس، الاتفاقية إذا كانت يعني أنا أدعوكم تتحضر لو ماتر باش نبعدوا على الانتصار الوهمي. أنا أدعوكم، أعطيناكم مجموعة أدوات نقاش وبقلب مفتوح. الأدوات هم في يدك، كاينه معاهده المعاهدات، كاين لي ريغل دو ميز اون ابليكاسيون دو لارتيكل 2، كاين مجموعه معطيات اخرى اطلعوا عليهم بالعمق. انا ما نبحثش على نديروا انتصار، حنا نبحثوا على انهاء نقاش عقيم. ممكن احنا غالطين في قراءتنا، هاني انا في اللايف تاعي وقاعد نقول لك ممكن قراءتنا لهذا الشيء غالطه ومانيش نحوس على الانتصار ولا حاجه. اون سو دون ان رونديفو مسيو لو ماتر، مسيو عبد الله، ونعاودوا نفتحوا الموضوع كما نقولوا بعمق اذا قبلتوا، ونخرجوا من فكره الانتصار الوهمي، لانه كثير من اللايفات راحت سوبيتمون بعقليه الانتصار الوهمي، وانا مانيش باغي نديرها في اللايف تاعي. الرئيس انا بغيت غير واحد 3 دقائق باسكو راحنا كنديروا واحد النقاش على لونريجسترومون ديال الاتفاقيه. هذا كان قبل لا انت تهضر، الله يحفظك، خلي مسيو الماتر قال لك اعطوني الاخرى باش نقتل. لا بلاش هكا. لا خلي عبد الله نجاوب خضير، حقاش تا هادي عامين ومازال ما بغاش يقتنع. لا غير سمحوا لي الاخوان، دابا راحنا كنديروا النقاش على لونريجسترومون. تقنع الامم المتحده انت دوك باقي ما بينك بين الامم المتحده، شو تقنعني انا، شو دخلني اخي والله. لا غير سمح لي اكادر، دابا راحنا نديروا النقاش على لونريجسترومون ديال الاتفاقيه في الامم المتحده، وعطيناها المفهوم ديال انها تصبح نهائيه. دابا هذا هو النقاش اللي رحنا فيه. واش كون ان الاتفاقيه سجلت في الامم المتحده معنى ذلك على انها اصبحت اتفاقيه؟ الرئيس سجلت كونفورميمون على الارتيكل 102، وانه المغرب ما سجلش. قرينا لك بالدليل انها ما عندها حتى معنى. كمل. متفقين في هذا. دابا النقاش هو اذا سجلت الاتفاقيه كونفورميمون على شارت دي ناسيونز اوني في الامم المتحده، هل هذه الاتفاقيه تصبح نهائيه ملزمه لجميع الاطراف، ام ان هذا الانرجسترومون عنده اهداف اخرى؟ دابا الانرجسترومون انتم راكم تهضروا وانا راه كنبحث شويه، عنده أربعة ديال الاهداف. الانرجسترومون كيتكلم على لا ترونبارونس اي الدروا، لوبوزابيليتي بمعنى التنصل، ولا الا بغيت تقول انك تعارض تلك الاتفاقيه، ايفيتي لي ريلاسيون سيكريت و لا ريسبونسابيليتي انترناسيونال، بمعنى ان هذا التسجيل ديال واحد المعاهده ما بين زوج ديال الدول تحقق الشفافيه والحق في المطالبه بالتغيير، او الحق المطالبه في ان تعارض تلك الاتفاقيه. كتجي لوبوزابيليتي كتقول لك ان تريتي دوا être enregistré auprès du secrétariat général des Nations Unies pour pouvoir être opposé à un autre État membre de l'organisation. Troisième point, éviter les relations secrètes. L'enregistrement des traités est un moyen de lutter contre les accords secrets et de promouvoir des relations internationales basées sur la publicité et la reconnaissance de l'existence des traités. والنقطة الرابعة الأخيرة, il fait valoir ce qui est de la responsabilité internationale. L'enregistrement d'un traité établit sa validité, sa conformité au droit international, ce qui peut engager la responsabilité de l'État parti. صدر هذا التسجيل في الأمم المتحدة، التسجيل في الأمم المتحدة لا يعتبر الاتفاقية نهائية، كون أن هذه الاتفاقية أصلا لم تطبق بنودها. ولكن كاين داك لو بوين اللي ذكروا الرئيس، داك لو بوين اللي ذكروا الرئيس ديال أن الاتفاقية تصبح سارية المفعول مباشرة بعد تبادل
الاوراق. كاين هنايا في هاد لي ريغلومون ديال التطبيق ديال الارتيكل 102 راه فيها هذيك القضيه. الاتفاقيه ساريه المفعول، اذا تقدر تسجل في الامم المتحده. واش هذيك الاتفاقيه ساريه المفعول هي اتفاقيه كما نقولوا طبقت بنودها وفقا المعاهدات اللي قلت؟ الجواب هو لا، ببنود المعاهدات. هنا on ouvre الرئيس انت tu proposes d'ouvrir un débat concernant la convention en elle-même pour dire est-ce que la convention تم احترام بنودها والمعاهدات التي اعتمدتها، هكذا قاعد تقول مسيو عبد الله؟ بطبيعه لا، باش نشوفوا زعما بعد. شكرا. انا الرئيس ادعوكم اولا رئيس وقراو، لاني انا كي نحل معاك معاهده المعاهدات جي دوطر بوان جي دوطر بوان. انا واش قاعد نقول لك يا الرئيس؟ انا واش نقول لكم؟ واش نقترح عليكم؟ تفضل. خلينا قبل ما تقول لي سيل تو بلي، دابا هذا الارتيكل 4 اللي قراه لنا رضا هو انه اذا سجلت دوله طرف الاتفاقيه فهذا يغني الدوله الاخرى على ان تسجلها. هل المغرب اليوم كونه لم يسجل الاتفاقيه من حقه ان يعارض الاتفاقيه؟ هذا هو السؤال. التسجيل في الامم المتحده لا يسقط حق المغرب في ان يعارض الاتفاقيه. لا يستطيع. رجعنا عبد الله، رجعنا للشعر يا عبد الله، رجعنا للشعر ورجعنا لللايفات تاع الياس والملكه. رجعنا للشعر يا عبد الله. عبد الله سيل بو بلاي، انا راني زباله، انا ما عنديش لا باسيونس تاع كادر، ولا طلعت ونشكروا انه قبل الانفيتاسيون. انا راني زباله. كونت اون في لو ديني، ربي يشوف والعبد يشوف. القانون الدولي يقول لك سجل طرف انت يا ديزونجاجي. علاش انت ماكش هذاك؟ لانك انت تبادلتي معايا الوثائق، انت مضيتي على المعاهده، انت راهي ما بقاش كش ما عندك مشكل روح للوانو. كيف كنت تنتران دو دير يا عبد الله؟ بالضبط هادشي اللي انا كنقول لك. الرئيس انت ما فهم. دقيقه روحوا دقيقه. دقيقه هذيك مسيو الرئيس، وسع خاطرك خويا العزيز، وسع خاطرك. الرئيس روحوا التاليه. هذا نقاش مغربي جزائري. الرئيس قادر نقول جمله برك وديك الكلمه. نحن نبحث، وقادر يعلم، نحن نبحث ان نرتقي بمستوى النقاش في هدوء، ولكن نحترم عقول بعضنا برك. انا مانيش دايرك عدو هنا في النقاش يا عبد الله، ومانيش باغي ننتصر عليك، باغيين نوصلوا للمنطقيه الطرح اللي نتفقوا عليه. ولكن كي تقول لي معزه ولوطارت ما نتفقوا. تفضل يا كادر، تفضل واسمحوا لي. الكلمه عند كادر يا عبد الله، نحافظوا على الهدوء. الى فهمتك هذاك وغادي يجاوبك. وبصح هذا اذا سمح لي الرئيس، باسكو تقريبا الجواب هذه غادي ينهي النقاش. يعني نجيبوا التالي الرئيس ديريكت المعاهدات. تسمح لي الرئيس؟ جيب التالي يا كادر، جيب التالي. روح الماده 62. روح الماده ذاك راهي عندك المعاهدات. روح الماده 62 قراها من الله يحفظك. هذاك قرانا الماده 62 من معاهدات لا نبقاو في الارتيكل 3. الارتيكل 3 من بعد نطلعوا ليه نور نديروا. يا ولدي الارتيكل 62 من معاهده المعاهدات يقول لك المعاهدات تاع الحدود غير معنيه اي تراجع. خليه يقرا. ما تعصبش الرئيس، راح غير نناقشوا اصاحبي. روح هذاك ادخل المعاهدات. يا ولدي مانيش قلق يا عبد الله، والله ماني قلق. اتفضل اقرا الارتيكل 62. هي الجزائر تقلت في 62 والبنت 62 قرا تاع معاهده المعاهدات باش ننهوا النقاش. لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو للانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين. ما تقولهاش كنت مدايخ ولا زعما أن يكون وجود هذه الظروف مثل سببا رئيسيا لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة، وأن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب
القيام بها بموجب المعاهدة. هذا ضدك كادر، ماشي يا ولدي معك. زيد لا يجوز هادو الاحتجاج. كمل يا الرايس، كمل لا برك. يجوز. يا لا لوكا يجوز. دقيقة، هادو هنا ميهضروا على المعاهدات اون جينيرال. اون جينيرال روح غادي تدخل زيد كمل في لا الكاباتيكولي. يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين: إذا كانت المعاهدة تنشئ حدودا، ايوا عاود أو تنشئ حدودا، أو إذا كان التغيير الجوهري في الظروف ناتجا عن إخلال، أو إذا كان التغيير مازال باغي تزيد صاير قالوها لك. اذا اصبر معاهدة تنتج حدودا اصبر ناتجا عن إخلال طرفي. خليني نكمل. لا يضحك. لا غير اصبر. إذا كان التغيير انا والله نحيتي لي على بالي يا عبد الله، كنت قلق شوي درك راح لي القلق. لا خليني اسمح لي على الضحكه هذه والله مش من باب والله واش هو نحيتي لي على بالي والله ديما ضحكه ميسيو الرئيس. شاموتي كادر هذا شاموتي يسمى مخ الهضره. عبد الله رضا مخ الهضره ديريكت. اون ديباتي الحكايات هذم كل بالمناسبه هذه المعلومات كل يا الراجل. اي لو ديبا اون اي لوكازيون دو ديباتر وقصرنا عليه بالتفاصيل ومازالوا ادوات اخرى كثيره بالمناسبه. الرئيس على كل حال تفضل الرئيس. إذا كان التغيير الجوهري، خلينا رضا غير نكمل باقي غير واحد السطر. إذا كان التغيير الجوهري في الظروف ناتجا عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام ما يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة، إذا كان للطرف طبقا للفقرات السابقة أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها، فيجوز له أيضا التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بهذه المعاهدة. هذا ضدكم أخوتي، ماشي معكم. الرئيس أنا أدعوك كادر بالعقل برك، أنا أدعوك أطلع شوي لفوق، مش درك الرئيس، أطلع شوي لفوق كي تعود وحدك أقرأ التغيير الجوهري في تعريف المعاهدات، لأنه سي تري تكنيك كما قلت قبيله يا عبد الله، يحتاج النقاش هادئ. اسمعني يا الرئيس، لأنه كل كلمة عندها تعريفها، المصادقة، أشكال المصادقة، التغيير الجوهري، غيره. صدقني يا عبد الله راح تضيف لك حاجة في رصيدك بغض النظر عن المشكل اللي بيناتنا احنا اللي يتحدث عن الحدود الجزائرية المغربية. ومن ثم ننتقل. شوف هو نقاش مثمر ديال اليوم، ما نكذبوش والله نقاش مثمر. انا بيناتنا انا بالنسبه لي هذا نقاش مثمر يا ذاك بيناتنا. دوك انت بين الجزائر كدوله جزائريه، ما نقولوش دوك الانظمه، الدوله الجزائريه والدوله المغربيه متشاحطين بيناتهم متشاعلين. انت في ميزك الجزائر تكون عندها حق بمتر مربع غدوه تشكي بك، والمغرب يكون عندها حق بمتر مربع غدوه تشكي بالجزائر. دي حنا زعما رانا غير في تيك توك نهضروا كلشي، هما راه فايتيننا في الدبلوماسيه ولا بد في البلدين الخوف. لا نعطيك لو فون دو ما بونسا. كان نعطيك زعما حنا رانا انا اعتقد بان الخلاف ما بين المغرب والجزائر لن ينتهي بحل سلمي، سوف ينتهي بحل. انا باش نتفاهموا عبد الله، باش تفهم فمك الربي. اذا شغل عباك تتناقش في ملحد تجيب له هكا القران وشغل يحوس يكذب. لا يا الله علاش نافونسيو بلا هاي مكتوبه خلينا نسمع اكادير برك يا كادر وديريكت الكلمه عند كادر. يا رضا ما نمدوش اوراقنا، انا عارف عندك اوراق اخرى وانا عندي اوراق اخرى، علاش تمدهم في اللايف غراتويتمون؟ المغاربه اللي معانا واش عطاوك؟ اكادير سينيالينا نشكرك. قادر تفضل اليك الكلمه. انا يا جماعه هادشي مداخله غير باش نخرجوا شويه من السياق هذا ونبدلوا شويه باش نضحكوا في نفس السياق في نفس الموضوع. على بالك بلي دوكا مش عارف شكون اللي خطر مغربي متاو عنا التيك توك، الله اعلم عزيز ولا مش عارف شكون. كنت في لايف كان ما كانش طالع بزاف وجبد لي نفس الموضوع تاع الحدود، والجواب تاعي اللي قال لي نقول له المعاهدات البند 62. قلت له على بالك شنو قلت له شوف نخليك انت راك دير بلي زمطني والجواب عندي بصح والله ما نجاوبك انت. قال انا نجاوبك اسم كبير في التيك توك
تاعكم. وجات اليوم هذا زعما الارتيكل راه ضدك كادر ماشي معك الارتيكل. ما ردي والله دابا إلا السؤال اللي ككادر، السؤال اللي كنت تبارك الله تتفهم في لي زارتيكل وتتفهم في هذه الاتفاقيات وكذا، انا جاوبني انا سؤال واحد برك. هاد علاش داير هذا النقاش على حساب يعني الصحراء الشرقيه؟ قول لي اخويا كادر، انت انا الشرقيه المصريه لو ماتر، انا معك لايف جزائري تاعي انا نعرف صحراء شرقيه مصريه. ميسيو الرئيس يا مسيو لو ماتر، انا ان كيسيون نعرف بس صحراء شرقيه مصريه. ميسيو الرئيس سيل فو بلاي. يا لا عاود سؤالك. الرايس عندي انا كاينه فرد صحراء شرقيه مصريه. يا ودي مصريه عند الحديث على الاراضي الجزائريه بالمليمتر. يا ودي تندوف كاينه في الجزائريه. تندوف الجزائريه واش مذكوره في الحدود؟ النقاط ديال الاتفاقيه، هذا هو السؤال. خلينا بهذا النقاش اخويا عبد العزيز. انا بغيت الرئيس الا سمحت لي نوليو نقراو. يا الرئيس ننهوا النقاش اذا سمحتي لي مسيو عبد الله. لا واش قاعد نقول يا عبد الله؟ الرئيس يا عبد الله الله يرضي عليك شوف. لا ما بقاليش واش نناقش معاك، وانا ماشي نتفق معاك باللي الارتيكل 3 ينهي الجدل حول انه المغرب ما سجلش. الله يرحم الوالدين الرئيس غير صبر. ها هو راني هنايا الرئيس، راني هنايا في ناسيونز اوني الكوليكسيون تاع لي تريتي والارتيكل والابليكاسيون ديال الارتيكل 102. تعرفوا واش هو اللي ينهي النقاش؟ هو هذا الباراغراف هذا في هذا الاخر الرئيس. ها هو هنايا le terme traité. اسمع الرئيس. le terme traité et l'expression accord international n'ont été définis ni dans la charte ni dans le règlement, et le secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État membre qui présente l'instrument à l'enregistrement, à savoir que pour autant qu'il s'agit de cet État comme partie contractante, l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'article 102, il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un État membre n'implique de la part du secrétariat aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le secrétariat considère donc que les actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas un instrument de la qualité de traité ou d'accord international si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que par ailleurs un ne posséderait pas, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que par ailleurs un ne posséderait pas. هذا ينهي النقاش كومبليتمون خويا الرئيس. ماذا فهمت في هذا الطريق؟ الرئيس قطع له هذه لابارتي ديال واش فهمت عبد الله واش فهمت؟ ها انت الا بغيت واش فهمت؟ باللي السكرتاريا دو لونو ني با اون بارتي برونونت اللي تيدي الدوسي. انا نوري لك، انا دوك نوري لك. اصبر انا نوري لك بالخف حاجه خفيفه. نشعل لا كاميرا. سامحني ما كبرتكش مسيو عبد الله، جافي ان بروبليم دو كونيكسيون. سي با كلكو تحب نعاود نكبرك عادي جدا. جافي ان بروبليم دو كونيكسيون، هذا وين جي لا ما يعني باش ما تجيش العقليه هذيك تاع enregistrement des traités et accords internationaux. انت حبيت تقول باللي سي با ان اكور انترناسيونال، هكذا عبد الله؟ هكذا حبيت تقول سي با ان اكور انترناسيونال؟ لا اصبر هنا اون انجلي يعني هاي اللي تاع l'Union des Nations Unies en anglais. Convention concernant les frontières établies. رضا دقيقة، واش حبيت تقول الركا؟ دقيقة رضا. حاب يقول لك يا الرئيس، أنا نقول لك يا ياسين واش حاب يقول. كاين اتفاق بين دولتين مكسر
دقيقة مش حاب يقول اتفاق بين دولتين مكسر أعوج كذا. الخدمة تاع السكرتاريا أنها تسجلوا، ماهيش أنها اللو فالوريز وإلا تتحدث على صدقيته ومصداقيته. هكا حبيتي تقول عبد الله؟ اكزاكتومون سي لارتيكل كي دير ماشي انا. شكرا. خلاص شكرا. اغلق الميكرو وخلي نوري لك. هاوليك 5.3 اقرا مليح. enregistrement ou inscription classement au répertoire. Article 102 de la Charte des Nations Unies. نروحو نقراو l'article 5.3. Un traité ou un accord international au sens de l'article 102. Rôle du secrétariat. Lorsque le secrétariat reçoit des instruments aux fins de l'enregistrement, la section des traités les examine d'abord pour déterminer s'ils peuvent être enregistrés. Ça veut dire ils vont le traiter. قبل ما يسجلوه. Pause Reda, entre parenthèses. Reda, entre parenthèses. تعتقد باغ اكزومبل الجزائر وتونس الان على سمن وعسل يقدروا يديروا اتفاقيه ويرسموها في الجريده الرسميه تاعهم باش يتقاسموا المغرب ولا يسجلوها؟ فهمتك شكرا. السكرتاريا هذه غير تسجل. السكرتاريا ديالها انها تسجل بوغ فالوار سو كي مي elle examine si le dossier est conforme. معليش خلي يكمل يقرا عبد الله. يونوفر لو ديبا سور لو بوان تاعك عبد الله، ما عندناش وقت. نعاودو. Lorsque le secrétaire reçoit des instruments aux fins de l'enregistrement, la section des traités, les traités, les dossiers, les examine d'abord pour déterminer s'ils peuvent être enregistrés. Le secrétariat respecte généralement les points de vue de la partie qui demande l'enregistrement et qui considère que l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'article 102. Cependant, le secrétaire examine chaque traité pour s'assurer qu'il constitue bien un prima facie, yani de prime d'abord un traité. Le secrétariat a le pouvoir de refuser d'agir s'il considère que l'instrument soumis ne constitue pas un traité. Il a ce pouvoir de rejeter le dossier إذا يعتبره ماهوش traité ou un accord international ou qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées dans le règlement aux fins de l'enregistrement. Lorsque l'instrument soumis ne remplit pas les conditions énoncées dans le règlement ou manque de clarté, le secrétaire le classe dans un dossier en attente. Le secrétaire demande alors des éclaircissements écrits ou des documents additionnels à l'État qui lui a soumis l'instrument. Le secrétariat ne traitera pas l'instrument tant qu'il n'aura pas reçu les éclaircissements. يعني رضا كيهضروا على الشكل ديال الاتفاقيه. واش ماشي على الشكل. عبد الله قبل ما تهضر دقيقه رضا باش ما ندخلوش في نقاشات ثنائيه. قبل ما توري له وجد واش راح توري. انا عندي سؤال لو ماتر، سؤال تيك توكي بامتياز يا لو ماتر. وش الفرق ما بين معاهده واتفاقيه؟ ما هو الفرق ما بين معاهده واتفاقيه؟ تفضل يا لو ماتر. De point de vue forme, de point de vue contenu, de point de vue certification قدام الأونيو كيفاش ما فهمتش اش بغيتي نجاوبك مثلا. ما هو الفرق ما بين معاهدة واتفاقية؟ لماذا معاهدة خط الحدود ما سميناهاش اتفاقية خط الحدود؟ وش الفرق؟ ما عرفتش فين بغيت توصل، ما عرفتش. وانا عندي لك كيسيون بالضبط، انا عندي لك كيسيون. انا وين بغيت نوصل يا لو ماتر، لو ماتر وتربط يا لو ماتر رحمة على باباك. انا وين بغيت نوصل، انا وين بغيت نوصل. الرايس رحمة على باباك. الرايس انا نقولها لك في اللايف. Tu n'es pas en mesure de débattre un sujet في هذا المستوى التكنيكي. انا مش قاعد نقول لك ما تعرفش. روح دوكيمونتي الاوراقي اللي قاعدين نمدوا فيها وروح اطلع. انا ماناش الشعر هنا يا ودي، ماشي بالشعر. دابا اسمعني وسع خاطرك. انا اصلا ما غاديش نجاوبك على هاد لا كيسيون شنو الفرق ما بين الكحل والسود، لان هذا ماشي عن ديبا. خليني نطرح لك انا سؤال. هذيك الارتيكل 3 اللي قال ميسيو رضا، انت لا تسالني. انا سؤالي بسيط يا كادر. انت كيفاش تناقش
دي كونفونسيون جاوبنا دي انت تريتي انترناسيونال جاوب نتاعك السؤال، وانتايا ماكس اون ميزور. اسمعني يا الرئيس، اسمعني، انا جام با سيت ميثود دون مون لايف دو فير لا ديفيرونس، الفرق ما بين معاهده واتفاقيه. عطينا لا ريبونس مسيو الرئيس، انت عطينا لا استغفر الله ريبونس. يا ربي، انا قاعد نهضروا على لا ميز اون ابليكاسيون، معاهده المعاهدات، قراءه قانونيه، القانون الدولي. اهبط يا لو ماتر، رحمه على باباك، ديسون ديسون ديسون، من فضلك من فضلك، رحمه على باباك. بونسوار تصبحوا على خير. اخويا قادر، اخويا واش انا مازال نزيد في هذا الشيء. هذا دير لايف كوكب زحل. رحنا ضيافه عندك الرئيس، رحنا ضيافه عندك. عادي بنادم ما يعرفش لا ماشي ما يعرفش، انا ما اصلا ما نجاوبش. انتم عامين ديروا في الشعر، عامين ديروا في الشعر في موضوع الحدود واتفاقية الحدود. الرئيس ماشي ما تعرفوش الفرق ما بين ديجا السؤال موجه لعبد الله. اقعد واسمح لي يا لو ما تسمح لي، يا لو ما ورا صاحبي اسمح لي، راك تعز عليا والله، غير اسمح لي، اسمح لي، يعني درت تجاوز والله، غير اسمح لي. باش تطرح عليا السؤال يقبل من عندي يا سيدي، يعني قلت لك اعتذر واسمح لي يا ولدي، والله اسمح لي اسمح لي. انا نفس السؤال نطرحه على عبد الله، ما الفرق يا عبد الله بين معاهده واتفاقيه؟ باش تقول لي شنو الفرق ما بين اتفاقيه ومعاهده. لا ادري نورمال ما غاديش نجاوبك اون ريبونس ديريكت. شوف الفرق غير في لا ناتور تاع لو سوجي تريتي. انا كادر وياسين، انا راح نجيب قهوه ورضا. رضا خويا انت عندك وراق ياسر، سيل فو بلاي سيل فو بلاي. ريان كادرك هنا راه قبلنا لو فو هذا، عنده براجك ويحل ويحب الناس كل تشربوا. الرايس دوكا يا ريس، رحمه على بابك، نروح نطيب قهوه متهني يا رضا. نروح نطيب قهوه متهني. كالم سير جيب قهوه كميكارو دخلت كيف. راح نجيب قهوه. رضا تعطيني كلمه باللي تروح لها بالعقل يا رضا، رحمه على بابك. انا بعد جيب خود ما نوري حتى روح لها بالعقل. كن مهني. شكرا. واش كادر وياسين وين تشوفوا رضا حل العين تدخلوا رحمه على بابكم. انا نروح نجيب قهوه لاني نقلق من طريقه النقاش. قبل ما دير قهوه، واش اتفقنا على ان يا الرئيس والله انا هاني قلت له اسمح لي خليني ندير كون ما احطش قهوه قدامي نغلط معاكم يا الرئيس صراحه، لانه اون ديكالاج ريال، ديكالاج واضح ما فيها حتى كذب. واحد في الشرق وواحد في الغرب. خلونا نجيبوا قهوه سيدي يا عبد الله، مسيو عبد الله سيل فو بلاي، اسمحوا لنا نجيبوا قهوه. ذكا انت مشي انت عادي، بصح الله غالب دوك كاينين موين لو مات خويا. مليح النقاش كان مليح. جاوب قادر، جاوب على هذا السؤال ديال الرئيس، اتفاقيه ومعاهده والفرق بين المعاهده عندها الصبغه الدوليه واتفاق دولي، ويكون عندها صبغه دوليه لا بين دولتين، ولكن عندها الصبغه الدوليه. لا دابا هذا هو التعريف قادر. لا قادر، لا الاتفاق يكون اجتماع بين دولتين. لا قادر، لا ماشي هي هذه المعاهده، كيكون عندها طابع سياسي. لا هو اتفاق دولي. لا غير اسمح لي، دولي كاينه ما بين جوج تاع الدول، ما بين جوج تاع الدول راه ديجا دولي. المعاهده كيكون عندها واحد الطابع سياسي. الاتفاقيه هي اشمل من المعاهده، لان يقدر يكون عندها طابع اقتصادي، يقدر يكون عندها طابع ايكولوجي، يقدر يكون عندها طابع تجاري. هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. لا الاتفاقيه هي امور مكمله للمعاهده. كيفاش امور مكمله للمعاهده؟ بروتوكول مثلا هو مكمل للمعاهده يديروا فيه اتفاقيه. لا ماشي بالضروره، ماشي بالضروره. نعطيك اكزامبل، اتفاقيه المناخ مثلا بين الدول، ما كايناش معاهده بين الدول. المعاهده عندها طابع سياسي. من نسمع هو حاب يقول لك كيما تاع غار جبيلات، كادر حاب يقول لك كيما اتفاقيه غار جبيلات. اتفاقيه غار جبيلات هذيك ملتي ناسيونال. الركان عبد الله، هذيك نسميوها ملتي ناسيونال، تدخل في اطار بار اكزومبل المناخ وما يشبه، ولكن لو تريتي ولا لاكور انترناسيونال
راهي لاسومبلي جينيرال تاع هاك شوف. يقول لي ما نقولش عليه، هيا خلاص ما نقولش عليه، ولكن كاين قانون وتلقاه في لابليكاسيون تاع الارتيكل 102 الباراغراف 7 وين يوضح واش هو لا ديفينيسيون دو تيرم تريتي اي اكور انترناسيونال، ويوضح ميم ليفوليسيون نتاع هاد لي دو زاكور. دونك قانون ماشي امر نيشان، اون في با دو لا ديكتي، سي اون لوا. اكزاكتومون. كاسكي لوا حنا كنهضروا غير في ذاك مين نقول لك معاهده تخدع لي عندها الصبغه الدوليه سي با باسكو الجزائر قادر كون كان ميسيون الرئيس كون نزلك وحق الله كون سمعك جاوبتي هذا الجواب كون نزلك. كون يطلعوا لك شلينو سلطان جبتي تضحك معاه سلطان بوحار يسالها لك على بالك لنا. عاود قادر عاود. انا نعطيك فرصه اخرى. شنو الفرق ما بين الاتفاقيه؟ انا تاني غادي ندير قهوه يا الرئيس. والله قادر كون سمعك الرئيس تيهبطك اقسم بالله. ذاك علاش كنت اتعلم لما تخرج كبير بصح تقدر تتعلم كبير. يا ودي انت تبغى الدوليات. اسمع كاين فرق واحد كاين فرق واحد. اسمع قادر اسمع. ما عرفتش تجاوب. شتي مازال رضا واسمعني صح. ما عرفتش تجاوب. ما علينا. حبيب يلصق فيك شوف انا نجي نقول لك عبد العزيز. انا عبد العزيز والله ما يسمع قادر. عرفتي علاش؟ يجاوبك اسكت صح. حبيب يقول خلاص يسكت انت ولا نزا. انا نقول لك حاجه عبد العزيز، انا نقول لك حاجه. كاين قانون دولي. شتي مازال رضا قرب الجواب. عبد العزيز انا نقول لك بصح ما نقوله لك. ما تجهناش اصاحبي. او لا اسمع قادر. انت السؤال ديال الفرق ما بين معاهده واتفاقيه. واسمعني خليني نكمل لك جمله. كل واحد ما علاش ما بغيتيش تسمعني دابا؟ علاش هكا؟ عندك انت علاش اصاحبي كوبي له المايك لو متر كوبي المايك نكوبي. دوك تاخذ لك الكلمه دوك يتكلم قادر خذ انت حتى يجي الرئيس. يا صاحبي يلا تكلم قادر تكلم. المعاهده هو اتفاق دولي. من قلت لك كان نبي نهضر مع ذاك انا مدخول ما عندي زعما هضر معك فهمني والله. ومن نقول لك اتفاق دولي ليس لان الدولتين وكلش فقط يخضع لقانون دولي مثل معاهده تقسيم الحدود تخضع للقانون الدولي. صح. لا دابا الرئيس قال له ما الفرق بين المعاهده والاتفاقيه. المعاهده ما تجاوبش عبد الله، ما تجاوبش صاحبي. ما بغيتكش جاوب انت جاوب. راك تعطيه الاجابه صعب. ما تجاوبش. خلي كمل قادر كمل. راني تعلمت. ما تحب يسبخها حب يسمعها من عندنا والله ما نقولوا. روح اقرا عبد العزيز. ما كاينش عقده. عبد العزيز صاي جازت صاي. عبد العزيز غير تقسيحه برك الاولاد. عبد الله عبد العزيز حاب يجبد لنا لساننا. شوف انا نقول لك حاجه. كاين قانون وفي هذا القانون كاين اللي يسميوه لو بوتي تا بورتي دو ليكسبريسيون تريتي اي اكور انترناسيونال. روح قراهم تفهم. روح قراهم بصح باش نعطيهم لك انا ما نعطيهم. رضا اسمعني اخويا. انا علاش قلت سولت قادر بالضبط؟ لحقاش هاد لا كيسيون ديال قادر اصلا هو اللي تيطرحها في لي لايف ديالو. اشنو هو الفرق ما بين المعاهده والاتفاقيه؟ عامين وتعاود في نفس السؤال. ومن يطرحوا الرئيس انا اكسبري ما بغيتش نجاوب لان عامين ويطرح السؤال انت مازال ما تعرفش. عارف انا قادر فين بغا يوصل. شوف قادر الاجابه ديالك غلط اخويا. والله غير كتب الجواب الصحيح هو اللي قالوا رضا. شتي رضا ولد بلادك عطى اجابه قريبه. هي دقيقه هذا اسكت. شو عاود قلنا جاوب المعاهده باش ما تخرج ديالك. انا خذها من عندي. انا نعطيك الجواب باش ما بقيتيش تطرح هاد لا كيسيون في لي لايف. مسيو لو ماتر جاوب صحيح تاع رضا. عاود لنا شو جاوب تاع رضا الله يحفظك. اوكي الفرق ما بيناتهم كاين واحد. المعاهده تيكون عندها انعكاس قانوني، الاتفاقيه ما عندهاش. صافي هذه الهضره اللي ظهر رضا خاص بوتيتا. روح زيد ما تخلينيش ننزلك لو ماتر. يا تسمع ما قلتش هذا الشيء. ما قلتش هذا الشيء. مسكين عنده ثقه في النفس صح. وانا واش راني نشوف رضا قادر العكس. ما كرشي يما كيجي
هذه نورمال. هذا راه مات. قدامك وما حكمتهاش. هضره انا يعاود لك فيها وتزيد تقول له تزيد تصحح عليها ويزيد يعطيه يقول يعطي حسن جدا، قال له رضا حسن جدا كما اللي قلتها برافو. انا راح نطلع صاحبي هشام، اني رجعت اخوتي ما لقيتش قهوه، يا انا نطلع هشام صاحبي هشام. مسيو الرئيس راه كادر عطانا التعريف ديال المعاهده. تحياتنا وانا خوتي الرئيس. انا نظن دينا وقت كثير في النقاش السيريو، ما عندناش مشكل. نشكركم على انه قدرنا نديروا كما يقول مسيو عبد الله لقاء مثمر. نعتذر لو ماتر، انا هك برك هك تعرفني لو ماتر ولفتي بيا وما عندكش معايا مشكل، والله يسمح لي، اسمح لي اذا غلطت مع خويا. لا انا مرحبا مسيو الرئيس، مرحبا. نعاودوا جو نهار خلاف، نعاودوا جو نهار خلاف يا كادر، نعاودوا الملف هذا بالذات بمنظار اولا لو تريتمون تاع لا كونفونسيون اون المام. سي صا مسيو عبد الله، باش نتحدثوا باش نتحدثوا على اتفاقيه 69 تعتذر لك مسيو الرئيس. شوف مسيو الرئيس قبل ما ننزل، شوف السؤال ديالك على عيني وراسي. مات انت وتوقع بغيت ندوي مع خويا الرئيس، ندوي مع خويا الرئيس، ندوي مع صاحبي الرئيس. ممكن يا لو مات خذوك بغيت ندوز ميسيو الرئيس سيل فو بلي. يا ودي ميسيو صاحبي يسمعني، خليني ندوز ميساج مع خويا يا الرئيس. لو مات خليني ميسيو الرئيس انت اقسم بالله صار كيما واحد ديفونسي تاعنا توقع. الرئيس شوف السؤال ديالك هذاك وحدك عيني وراسي، ولكن كنت نتمنى هو يجاوب. انا قصدت ما نجاوبكش لان كنت عارف الاجابه عند كادر، ومني كنتي جبتي قهوه راه جاوبنا كادر قال لك المعاهده تكون دوليه والاتفاقيه ماشي دوليه. هيا لما تينزل صاير استفدنا منك كادر، استفدنا منك. تينزل الاتفاقيه ما تكونش دوليه. المهم ميرسي بور ليسباس، ميرسي بور سو ديبا. عبد العزيز انا ما نعطيكش في لو كليما الرئيس دون لو ميم كليما. نتمنى خاوتنا المغاربه لان نهضر على اللايف نتاعي، انا راه ما عندي حتى فكر تصادمي معكم، ولكن موضوعيه النقاش احترمونا نحترموكم، احترموا عقولنا نحترم عقولكم، اي اون افونس اون ابرون كيلكو شوز دو بلوس كو سوا من عندكم ولا من عندنا. وجيسبر هذه الصوره هذه تترسخ. معناش الياس والملكه ودير له الديكتاتوريه كيما معناش لايفات جزائريه دير له الديكتاتوريه. شكونوا واضحين، نحن نبحث على نقاش هذا يرتقي بمستوى النقاش، والناس تعلم حاجه، تنهي نزاع، تنهي اختلاف، والسلام بالعافيه. ونعاود نعتذر منك يا لو ماترا، سيتي با شخصي ولا شيء. تعرف القهوه كي رمضان دخلها على عيني وراسي ولك كامل الاحترام. انا عارف الرئيس الرئيس والله غير انا عبد العزيز حبيبي حبيت نعاونه برك، وحبيت نقول له واش هي معنى راتيفيكاسيون. مصادقه مشكل ولا لايف تاع كادر هذه السبوره تاع العام. شوف كادر واحد العام دار لايف بالسبوره كونفونسيون راتيفيي واش معناتها تعديل وتتميم. تعديل وتتميم. غير خويا رضا هذيك الارتيكل روندر. شوف ان كونفونسيون راتيفيي المعنى تاعها سي لا روندر انترناسيونال. وي هذه دونك الى انترناسيونال. الثقه في النفس رهيبه. هيا خوتي نلتقي لو ماتر، نلتقي لايف اخر. خلونا باش نطلعوا جزائريين، يبقى معايا كادر ورضا وياسين، ونطلعوا جزائريين دايرين دوموند. مرحبا نحييهم يسلموا عليهم باش ما يقولكش حقرونا وربي يرحم. نروح انا تانيك نروح مادام النقاش انتهى. نشكرك مازال عندنا المشاركه، ونشكرك انك عارف عندنا كثير من الادوات. عارف الرجل لا مازال عندي كثير من الادوات، وانا هذه تعلمتها من عند خونا طارق.